السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتبص للتاريخ على انه مش مهم، لكن الكلام ده مش صح. زي ما اي حد ليه هدف، التاريخ برضه ليه هدف، لكن هدف التاريخ سياسي واجتماعي. واي حاكم قارئ جيد للتاريخ هو حاكم ناجح. احنا خدامين الحكومة طبعا، بس بنوضح. لذلك القيمة فيما فات للتعلم كل ما هو آت. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ أول ظهور لكلمة التاريخ جاء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عند بداية التقويم الهجري، ولم تظهر كلمة التاريخ في القرآن ولا الأحاديث الشريفة، ولكن ظهر ما ينوب عنها وهو قصص أو أنباء عن سبقة. في العصور الأولى للتاريخ كان المنتصر هو من يسجل انتصاراته ويمحو إنجازات سابقين، وظلت هذه الفكرة حتى العصور الوسطى، ولكن أمحيت تماما في العصر الحديث، لأن التاريخ يكتب الآن عند انتهاء السياسة. بالنسبة لتاريخ المدارس ما هو إلا إظهار إيجابيات أشخاص بأعينهم وإخفاء سلبياتهم. واخد بالك يا عمر؟ وهذا مفهوم خاطئ للتاريخ، فالتاريخ المدرسي ما هو إلا آراء سياسية فقط. التاريخ مش حفظ، التاريخ قراءة الماضي وفهم الحاضر وإمكانية تصور المستقبل، وهو ده المغزى من فهمني تاريخ. الحلقات الجاية إن شاء الله هنتكلم عن أهم الأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية. عندك مثلا شركة زي دي سي ومارفل، أفلامهم مغرقة السوق، مثل زي سبايدر مان وباتمان وسوبرمان وأبطال كتير غيرهم. ومن كتر الشخصيات دي وإحنا بنحبها نسينا أبطالنا الحقيقيين. عندك مثلا فيلم زي سبارتا، 300 مقاتل هزم جيش بأكمله. يا جماعة احنا من كتر ما افتقدنا المعرفة بأبطالنا الحقيقيين اضطرينا ان احنا نبحث عن أبطال شعوب غيرنا. فهمني تاريخ هي اللي هتفهمك من هم أبطالك الخارقين اللي بجد. وده اللي هنشوفه في الحلقات الجاية. السلام عليكم.